لما حد يقلل منك في الشغل الكل بيقول لك رد عليه واثبت نفسك، دي اغبى حاجه ممكن تعملها وبتقلل منك انت قبل ما بتقلل مني. بريطاني قلل مني في اجتماع وبدل ما ارد عليه سبته يكمل، وده خلاني ان انا اعرف اسرار اكتر بكتير جدا واهم من ان انا ارد عليه. هقول لك ازاي. وانا في الاجتماع كنت انا المصري الوحيد، كل ما اتكلم الراجل ده يقاطعني بيقول حاجات بسيطه جدا عن المبيعات اي حد يعرف. سبته يكمل، هو بيكمل بيبص لي بيشوفني انا هرد عليه ولا لا، وانا من جوايا بغلي عايز ارد عليه، عايز اقاطعه، عايز اقول له اللي انت بتقوله ده غلط، بس قعدت ساكت وخليته يقول اللي هو عايزه كله. وانا كنت بعمله كل ما بيقعد يشرح حاجه ملهاش لازمه اقعد ابتسم واساله سؤال عشان يفضل يتكلم، ولقيت ان سكوتي ده وكلامي معاه واسئلتي دي ودتني اسرار مهمه جدا عشان هو عايز يبين ان هو ايه فاهم. فبدا يقول لي على اسرار منافسين، البادجت بتاعهم قد ايه، بدا يقول لي على اسرار الشركه نفسها ان المفروض ما حدش يطلعها. فساعتها اتعلمت كل ما الناس بتتكلم كل ما غلطها بيزيد، كل ما اسرار بتطلع منك. مش مهم تطلع انت من الاجتماع كسبان وعطوه على وشه وانت اللي شكلك حلو وهو شكله وحش، لا، المهم ان انت وصلت اللي انت عايزه بسكوتك، ودي حاجه هتخليك تكسب اي صفقه في المستقبل. شير الفيديو ده مع الناس اللي تعرفها وقول لي رايك في الكومنتات.